الجامع ده لما اتبنى المصريين ما كانوش بيحبوا يصلوا فيه وسموه الجامع الحرام. فاهلا بيك من مسجد السلطان الغوري، بحقيقي. ليه المصريين حرموا الصلاة في الجامع ده؟ سوق كبير وزحمة رايحة جاية، تاريخها بيرجع لحوالي 1000 سنة، واحنا تحديدا في سوق الغورية، وجي اسمه من اسم السلطان أبو النصر قنصوة الغوري. تقريبا سنة 1500 ميلادي المماليك ما كانوش لاقيين حد يكون سلطان عليهم عشان الأوضاع الاقتصادية كانت سيئة والخزانة كانت فاضية، فقالوا له انت أكبرنا سنا فتعال احكم، ولكنه كان خايف من المماليك انهم يقتلوه بعد ما يبقى سلطان عليهم وما يقدرش يديهم فلوس، فشالوه وحطوه على كرسي السلطنة ووافق انه يبقى سلطان، ولكنه فرض ضرايب على الناس كتير وبنى المجموعة الأثرية دي اللي كل ما باجي هنا بنبهر من كم النقوش والألقاب المكتوبة عليها. هتلاقي اسم السلطان موجود في كل حتة، زي ملك البحرين والبحرين، عز لمولانا السلطان عز نصره. والمصريين زمان سموا الجامع ده الجامع الحرام.